تفضل احكي. لازم وصل عند السكين ضروري. ومين هذا السكين؟ سيد وفيق، راح احكي لك كل شيء. لما تسمعني من الاول للاخر راح تقرر شو بتساوي. انا من عشيرة عمر، كنت مع السكين وكنا نضل بالجبال تحت ضرب الرصاص. اسمي احمد واسمي السري سومر، وكانت مهمتي هون باسطنبول. اجيت لهون قبل السكين، هو بيعرف اني متت هون او انا خاين، وانا اجيت لخبره اني بعرف وين الشخص يلي عم يدور عليه، يلي عم يدور عليه وعم يهرب منه، وبعرف مين يلي بعته على الفندق مشان يقتله. واذا انت ما بتخبره فورا بالحكي يلي سمعته، انا بقسم لك انه رح يقتلك بس يعرف اني خبرتك بهالشي. قلت لي سومر. رح تمرق عليهم الخطة؟ ايه رح تمرق ان شاء الله معلم. هنن كتير خطيرين يا ميماتي، بتنبه الشباب منيح. ما بدي بطولات من حدا بنوب، ما بدي اخسر اي حدا منهم. لا تاكل هم معلم، طبعا هلا الكل متضايق وكلياتهم عم يغلوا غلي. انتبهوا، اذا ضيعناه ما عاد نلاقي اثر لشي. هدول مو مافيا. طيب اذا اخذنا هالجماعة ما راح نكون نزعناها مع الدولة؟ الدولة شالت ايدها عن هالجماعة يا ميماتي، الهوية ضلت معهم ونحن رح نحرقها. يلا نمشي. بده يفتشك. فتشه منيح مشان نتأكد. عزت، خلي مسافة بيناتنا وخلي سيارة تمشي قدامهم. ماشي معلم. آغا، أنا بتذكر منيح هذا اللي اسمه سومر، كان طول الوقت يضل ساكت.
ما راح يضل ساكت يا فاروق. آغا، معقول يكون بعته مراد؟ وإذا بعته شو راح يساوي؟ راح يجي ليقتلنا؟ حاجتك بقى ليش بتضل خايف مثل الواويات؟ لك شو اللي عم يصير معك يا آغا؟ لك كنت تفكر 1000 مرة وتتحرك مرة واحدة. من لما بلشت تفكر عني تركت التفكير. بس هو في منين لقانا هذا يلي اسمه سومر؟ ما في أي سر باسطنبول، بيضل أكثر من دقيقتين. بس يجي راح نعرف كيف عرف طريقنا. خلص روح انت، بحكي معك بعدين. يلا. أنا ما عاد شفت السيارة. ينزلوا بشي مكان هون أو يدخلوا بشي مكان بالسيارة. عزت، خبر كل السيارات يوقفوا مكانهم بس لا حدا ينزل منها. بأردف وفيق ولا بخليه هون؟ خليه، بدي احكي معه. ايه عم نسمعك، احكي. نحن بنعرف انك متت. اجاني امر يا اغا وجابوني لاسطنبول. ليش؟ في شخص عم يتحرك كتير وطلبوني انا بالذات لانه بدهم شخص مو معروف بنوب، حطوني بجنبه. مين مراد على المدار؟ اغا رجال كتير قبضاي. شو بدي من هالحكي؟ مين اللي عم يدعمه؟ اذا كان مدعوم بيكون قبضايا ترى؟ ما بعرف هالرجال مين بيكون، كبير بالعمر وكان عم يقول لي انه متقاعد. انت قلت لوفيق انك بتعرف اسم الشخص.
واقف هون. مماتي خلينا ننزل. أنا ما بعرف اسمه، بس بعرف وين بيكون هلأ. آغا هدول نصبوا لنا فخ وبعتوا هذا الحقير لعنا. وين هو ولك؟ بدك تحكي مين هو؟ لك شو عم تساوي لك؟ من امتى بتساوي هيك بوجودي؟ لك بكفي اللي ساويته. لك انت ما عم تشوف من النظارات اللي حاططهم؟ لك هذا جاسوس. شلت النظارات لشوف. مين انت ولك؟ يا جماعة بكفي. لك نحن اللي سميناك آغا وعملناك كبيرنا. قلنا انك بتعرف اكثر مننا وما راح تساوي شيء بدون اوامرك، وقلنا انك ما راح تبهدلنا وما راح تخلينا نضعف. انت بهدلتنا وطيرتنا. فكر ما بعرف انك رح تخوننا. كفو لك يا حيف على اللي قدمت لك اياه. على الاقل انا حميتك بعدد هالرصاصات. قتل عبد الحي. هيك لكان. شاهد على روحك وياه. ما حدا رح يخلصك مني هلا يا قليل الشرف. معلم نطلب عمران كمان؟ ليش؟ ليشوف مين صاحب النظارات، بلكي برتاح شوي. ما رح نقدر نرجع الخال يا مماتي شو ما عملنا. إذا قطعناه شقفة بتهدى النار اللي جواتنا. كان المهم انه نقبض عليه. حتى لو قطعناه شقف، لو كسرنا له عظامه، الماضي ما رح يرجع. همي هلا المستقبل. تعرف هالحقير ما رح يحكي. ساعتها رح شقفه بإيدي. وراء سيارة. والرخصة.
نعمل بهالمصاري؟ أكيد ما رح ندفنهم معه مماتي. في كتير عيال فقيرة كان الخال سيفو يساعدهم، خصص لهم راتب، رح نزورهم كل شهر مشان ما يحسوا بغياب الخال. ماشي معلم. لما حطيت المصاري بتمك عرفت انه هي اللي رح تجيب لك اخرتك. ترك رفقاته بجبال يلي كانوا مع بعض ايد بايد واجا من شان المصاري. شلون ضل عايش؟ كان في صخور قوية يسند ظهره عليها، وكمان كان يستند على ظهور رفقاته يلي كان يقتلهم. بالمكان يلي بيكون فيه مصاري ما في رفقات. شو هالمصيبة؟ شو ساوي هلا؟ لا تخفف سرعتك ابدا عزات، خليك بهالسرعة. لا تتوتر. أنا برأيي نتجاوزهم أو نرجع لورا. لا عزات، ما فينا نهرب بالسيارة. هدي أعصابك. شغل الغماز. خفف السرعة شوي. لا توقف، خفف السرعة بس. لك شو بدك تساوي مماتي؟ معلم انا بقتل هالواطي وما بسلمه لحدا. ما رح نسلمه لحدا مماتي. لا تتحرك ولا. شوف الشرطي جاي. خلينا ناخذ له هويته. عزت، قول انك بمهمة خاصة. مرحبا. أهلين حكومة. ممكن وراء؟ طبعا. راح أعطيك الشهادة والوراق مع المعلم. معناتها تفضل انت ومعلم. بس السيارة بمهمة هلا. شو المهمة؟ مهمة خاصة. ممكن الهوية؟ الهوية؟ سيدي بدون الهوية. ليش ما حكيت هيك من الصبح؟ ما كنا اخرناكم. يسر. معلم خلي هويته معي، بجوز تلزمنا، ما حدا بيعرف شو راح يصير. هاتها لهون، هات. ما في خير من هوية هيك شخص واطي ووسخ. من هلا ورايح ما عاد تفيدنا هالهوية. ما هاي رجعنا لك هويتك لأنك ما بتسوى شي بدونها. الخناقة اللي صارت بسوق الموبيليا امبارح انتهت بمقتل الشباب فاروق وبدر يا سيدي. والسكين؟ ما لقينا له ولا أي أثر يا سيدي. وبمكان الخناقة كان في جثة وفيق اللي كان عم يدير كل أعمال السكين وجماعته يا سيدي. وتحليلاتي للشيء اللي صار بمكان الخناقة انقتل لما كان عم ياخذ المصاري للجماعة. وحتى شوفير وفيق مبين بنوب. يعني معقول يكون قتلهم السكين وهرب؟ ما عنا هالاحتمالات أبدا. بتبلشوا بالقضية من كل الزوايا ومن كل الاحتمالات، مفهوم؟ وما بدي أي معلومات غامضة أو ما لا مفهومة عن القتلى، وبتخبروا جماعة الأمن بهالشيء. تحت أمرك يا سيدي. ورح نبلش باختفاء السكين. بدر ما تركهم بنوب، لو قدر يتركهم كان رح يلاقينا، بس نحن صعب نلاقيه. اجمعني مع كفاح اليوم. انت بتأمر سيدي.
شوف لي هالصورة، بدي كل شي عنها، مفهوم؟ ارجع 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 كمان ارجع كمان شوي، ارجع هوب وقف. منروح لعند المعلم مراد؟ بده يحقق معه لحاله. وليش قلقان عبد الحي؟ أنا ماني قلقان، حبيت شوف هالحقير وبس. راح تشوفه لما ندفنه. كيف قبلوك واقتنعوا انهم يشوفوك يا عبد الحي؟ لساتني ماني مقتنع. يلا قتلني، شو عم تستنى؟ رح نعقد اتفاق مع بعض. ما خرجك اي اتفاق. كل ما كانت أجوبتك عن أسئلتي سريعة كان موتك أسرع. نحن اثنين بنعرف إنك مستحيل تطلع من هون وإنت عايش. ما عندي أي شيء أعطيك إياه هلا غير جثتي. أنت بتعرف منيح إني إذا بضربك شي سكينة بين معدتك وكبدك رح تصير تئن مثل الحيوانات، وساعتها رح تتوسل لتموت. ليش قتلت السيد أصلان ولا؟ حبيت اقتله وقتلته. وقديش قبضت على هالشي؟ أنا ما بقتل مشان المصاري. والمصريات يعني بالشنطة هدية تقاعدك؟ بتقتل مشان المصاري، وبتهرب الشباب، وبتسرق الأولاد، وبتغتصب وبتحرق. أنت بتساوي أي شي وسخ. اسمعني يا زلمة الدولة، تحتمي بالمافيا ومفكرني ما بعرف؟ انت من رجال أصلان. مو شغلك. احكي، مين يلي اعطاك الامر بانك تقتل أصلان؟ بدل ما عم تسألني ليش ما سألت أصلان، كان خاين للوطن، والخاين لازم يموت. قمت بواجبي. وشلون خان وطنه بقى؟ لساتك شاب وما رح تصدق. أنا كثير انخدعت بأصلان، وأنت انخدعت مثلي. لهالشي نحن هون هلا. بالله لو انك بتعرف مهماتي مع الدولة اعطتني الاسلحة وبعتتني على سوريا لاقتل الشخص يلي قتل 30,000 شخص بالحفلات. ما كنت ربطني هيك. وشو ساويت وقتها؟ ما كنت ترجع من الشام، ضحكت على الدولة، بس بالرغم من كل وساختك سمحتك الدولة ورجعتك من سوريا. الدولة هي اللي بعتتني. طيب مين اللي امرنا باغتيال الرجال هذاك اليوم؟ ليش ما كان ببيته؟ معقول نحب المصاري بيوم واحد؟ ومعقول نبدا؟ مين يلي بعدنا عن الدولة؟ شو هالسياسة يلي عم يحكموا فيها؟ كيف وصلنا لدرجة انه نقتل جماعة الدولة؟ وشو علاقة قتل السيد أصلان بهالعلاك؟ ممنوع تسأل مين وليش وكيف تقتل شخص، بس بتنفذ الأوامر. بيقولوا لك هذا خاين بتروحوا بتقتلوه. أنا ما بعرف لا أصلان ولا غيره بنوب. قالوا لنا روحوا لاسطنبول ونحن رحنا. بالصدفة سألنا مين بدنا نقتل، قالوا لنا رح تقتلوا رجل أعمال كبير. طلع السيد أصلان بدل هداك الرجال. ومين كان هداك؟ ما بعرف اسمه بنوب. كانوا راح يعطونا المعلومات، بس حولوا مهمة قتله لغيرنا وعطونا أصلان. مين يلي حول المهمة؟ ومين هالجماعة؟ احكي. انت مع اي فريق يا مراد علمدار؟ وخسرو فاغا ليش قتلته؟ مو انا قتلته. لكن مين؟ اسأل كفاح، مو انا. مين كفاح؟ يلي بعتني لهون. شو حتساوي بهالمعلومات؟ افتح مأمرة او شي كازينو، روح واجمع مصاري احسن لك. انت مو من الدولة بنوب. انا الدولة.
امبارحة كنت عم بحكي مثلك. انت بحياتك ما بتحكي مثلي. مشان ما يقولوا غدرتني قتلني واخفيني. لا تاكل هم، ما حدا رح يشوف جثتك. خلص التحقيق، خبر الشباب من شان يجيبوا الجثة. طيب شو رح تساوي سيدي؟ رح تشارك محمد قلخالي بهي المعلومات؟ هي مو مشكلة معلومات وبس يا حسن، قناعة، وما في داعي هلأ نحرك الشباب. وبعد ما أعطيه هالمعلومات وتصير كلياتها معه، شو رح ناخذ مقابل هالشي؟ لو كان السيد أصلان مثل ما حكيته خاننا وخان الدولة كمان، وبيشارك محمد قلخالي بالمعلومات، رح تصير مشكلة كبيرة بالدولة. وأنا من شان هيك ما لازم أعطيه كل شي، لازم نعرف شو نعطيهم وشو اللي ما لازم نعطيه منوب. ولازم نعرف كل المعلومات عن علي جاندان، مين هو وشو هي قصته، وين عاش ومين اللي رباه، ووين استلم مهمته، كيف مات، وإذا ما مات جثة مين اللي انحطت بدل جثته بالقبر. والأهم من كل شيء إذا كان لساته لهلأ بمهمته، وين المهمة، وليش أصلا أكبي ما سجل أي معلومة عنه بملفه، وليش خلى الموضوع ضايع. لو كان علي جاندان ابن محمد قلخالي كل شي رح يتوضح. بدي منك تجيب لي معلومات عن الشخصين. وزهدي يكسل قالوا انه هذا الشاب توفى شهيد، وانا كيف بدي اعرف اذا كان هالحكي صح ولا لا؟ انتبه منيح. ماشي. والله ماني عم صدق هالشي، ان شاء الله نكون غلطانين يا حسن. بتعرف انه انا كنت ابوه لاصلان، بس شوف شو عمل معنا. ما حكى السيد نظام الدين شي مهم، قال وين رح نلاقيه وبس، ولازم نحن ما نتدخل بهيك شغلات. بتعرفي والله أنا تعبت كتير من هي الشغلة ووجع راسي ما عم بيوقف. اختي ما حدا بيعرف شو هي الصورة، وبيجي هداك الرجال ببساطة وبيقول لا تتدخلوا بهالشغلات، وكلامه كتير سخيف. يلي عم تحكي عنه المحامي الأول بتركيا، ايه بفك الواحد من حبل المشنقة. ما عاد في هيك شيء، وما في عقوبة إعدام. اسألي إذا بيقدر يطلع الرجال من القبر، بس نحن طلعناه. المحامية المبتدئة فتحت القبر والكلاب بتحفر لتطلع العظم. لو سمعت حكمة كان جن، حفر لنا القبر وعصب كتير. طيب رهف، توصلتي لشي نتيجة من جماعة المخابرات؟ قال حتى لو كان مزارع من قبرص رح يعرفوا مين هو ويخبروني النتيجة، وهذا أكيد لأنه هن بيعرفوا كل شيء. لو كان مهم كانوا خبروكي. مين هو هذا الشخص؟ رهف، نحن ما طلعنا منيح، بجوز ما دققنا بالصورة. لا صحيح الصورة بالأبيض والأسود، بس أنا تفحصتها. وأنا قررت إني روح لعنده اليوم، الشخص الوحيد اللي رح يفهمني، لأنه كمان هو فقد ابنه بالحادث.
عيب عليكم تفوتوا على بيتها بهالطريقة هي. نحن عيب علينا بس مو عيب عليها. الشباب قلقانين عمر، شو بدهم يساووا؟ بس هالشي عيب، حتى لو كانوا قلقانين كتير. فاتوا على بيت شخص بالسرقة، لقوا فتشوا مغراضه، مو فيها قلة أدب؟ كرمال الله عمي عمر شو نساوي؟ الكل عم يكذب علينا. المرة بتقول ما بتعرف أصلا ومنلاقيهم متصورين من ال69. طيب صباح خانم ليش كذبت علينا؟ إذا كانت بمهمة شي طبيعي تكذب علينا، وما رح تقدر تحكي الحقيقة. بس نحن صدقناها ووثقنا فيها. يعني إذا خبرونا بحقيقة مين بيكون ابننا كنا رح نطلع لراس الجبل ونخبر كل الناس فيها؟ كثير من العائلات بيكونوا أولادهم بمهمات. طيب شفتوا إذا كان مكتوب شي ورا الصورة؟ لا عمي عمر، مكتوب بال69. معقول يكون العم أصلا من قبرص؟ إياد لا تخلط الأمور ببعضها. السؤال اللي لازم ينسأل، العم أصلان وصباح والشخص الثالث شو كانوا عم يساووا بقبرص؟ وإذا كانوا من المخابرات ليش لا يتصوروا مع بعض؟ مشان ما يبينوا إنه المخابرات تصوروا هالصورة مع بعضهم لك ابني. شو يعني هالحكي عمي؟ بأيام الستينات كانت قبرص على حافة الهاوية. الروم كانوا يقولوا قبرص إلهم ويقتلوا ويذبحوا الأتراك حتى يهربوهم منها. تركيا ما قدرت تنقل الجيش على الجزيرة، ولما بلشت بوادر الشر عليها صاروا يطالعوا كل الأسلحة والعتاد يلي كانوا مخبايينه بوقتها. بس هالشي ما كان يخوف أي حدا. تركيا بعد هديك الحادثة جمعت قواتها وصارت تسلح وتنظم الأتراك هنيك، وتنظمت هنيك تشكيلات مقاومة تركية سرية. مين نظمها؟ بعض الأشخاص الأتراك اللي تقاعدوا من وظائفهم راحوا لقبرص وقتها للتدريس وأئمة الجوامع. هيك الكل كان مفكر، بس الحقيقة راحوا لهنيك مشان يدربوهم على الأسلحة ويدربوهم على خوض المعركة وأساليب الحرب. ومثل ما بتعرف بعد حرب الاستقلال تحركت القوات الشعبية بقبرص، وبعد معركة التشكيلات التركية هنيك قدروا الأتراك ياخدوا نفس على الجزيرة. أنا بعتقد إنه السيد أصلان كان بمهمة هنيك بهديك الفترة، وإذا كانت صباح خانم مع التشكيلات السرية ومشان يبينوا علاقتهم ببعض وما يبينوا إنه في شيء قدام الروم صوروا هالصورة مع بعض. حتى نحن ما قلنا صورة مع العم أصلان لأنه ما كان يحب يتصور بنور. ليك اسمعني حبيبي، هالصورة رح تفضحهم، كيف رح يحب يتصور؟ معقول تكون اجت رهف؟ طيب عم عمر، ما خبرك العم أصلان أي شيء عن قبرص؟ يعني شو كانوا عم بيساووا هنيك؟ شو رح يحكي يا ابني؟ ليش أنا كنت بعرف إنه موظف بالدولة؟ مساء الخير لطيفة خانم. مساء النور صباح خانم. خير، شو في بهالساعة؟ جيت لقلكن اني كتير مستاءة منكن. تفضلي نحكي جوا. بركي نحن كمان مستائين من شوية شغلات. ما تركنا دم خالك يضيع يا عمران، ادعي له الله يرحمه. كنت بتمنى لو اني كنت معكم معلم مراد، بس هي وصية الخال، لانه قبل ما يموت منعني شارك باي عملية قتل. ميماتي بكره على صلاة الظهر بندفن الخال. خبر كل رفقاته وكل معارفه واللي بيحبه، خبر كل اللي بيعرفوه. ماشي معلم، خبرت يلي بالقهوة وكلياتهم عم يستنوا الدفن. معلم أنا لسه ما خبرتها لأمي، لأنه إذا عرفت رح تجي بهالبرد ووضعها ما بيسمح. أنا برأيي لازم تخبرها يا عمران، لأنه إذا سمعت بالتلفزيون رح تزعل. اتصلت مع الضيعة يوقفوا كل البث لمدة أسبوع، ما رح يسمعوا شيء، لا راديو ولا غنية ولا حتى يتفرجوا على التلفزيون. طيب جثث هدول الوسخين اللي ضلت مو كان لازم ناخده؟ لك ليش حالتنا كانت بتسمح انه ناخذهم؟ لو سمع حدا انه حملنا هديك الجثث رح نصير علكة بتم اللي عم يراقبونا. ما حدا رح يحكي عن ماضي المافيا ميماتي، انتهى عصر الابطال.
آخر واحد رح ندفنه بكرة على صلاة الظهر. يعني انتوا بدكم تتغدوا فيني قبل ما اتعشى فيكم؟ انتوا كيف بتفوتوا على بيتي بدون لا احم ولا دستور؟ شو هالحكي صباح خانم؟ البنات حبوا يسألوكي سؤال وانت كذبتي عليهم وقلتي ما بتعرفي شيء. يعني تصرفك مو عيب وتصرف البنات عيب؟ مو انتوا اللي بتقرروا شو الشيء اللي لازم احكيه وشو الشيء اللي ما لازم احكيه. سيد عمر، شو هالعيب اللي عملته معكم لحتى يهينوني هالشابين هيك ويحقروني ببيتكم؟ الشباب ما بيقصدوا الإهانة صباح خانم. انت كنتي بتعرفي العم اصلا، مين يلي كان بالصورة؟ بترجعوا لي الصورة احسن ما خبر الشرطة انكم سرقتوني، وبعدين ما عاد اطلع بوشكم. تطلعي من المخابرات وبتروحي للشرطة وبتخبريهم انه نحن سرقنا لك الصورة. خوفتينا والله. صباح خانم، انت كمان الله ما طعمك الاولاد، ليش ما تبنيتي شي ولد؟ لانه كل اللي بالمدرسة اولادي. بس لوين بدك توصلي ما عم افهم. انا كنت ربي الاطفال بالدار منشان اسعد كم عائلة الله ما رزقهم الاولاد، والله عوضني بشغلات كتيرة عن هالشي. ابن مين الولد يلي اعطيتينا اياه؟ من وين بتجيبي هالحكي؟ اعطوني الصورة بدي روح. لا ما فيك تروحي. ما بيصير هيك. عمر لا تتدخل. انا اعطيتكن علي يا خانم وبوشكن رسمت البسمة. شو بدكن علي ابن مين ولمين كان؟ وشو علاقتكن بهالشي؟ لك إذا كنتي حابة تساعدينا وترسمي البسمة على وشنا، ليش لما راحوا بناتي لعندك وسألوكي سؤال مشان يقدروا يوصلوا لمكان ابني علي، ليش ما جاوبتيهم وقلتي لهم الحقيقة؟ كنتي وقتها ساعدتينا. بس كل شخص عنده أسراره الخاصة اللي ما بيحكيها لحدا أبدا. بجوز علي لساته عايش. انت يلي عم تمنعينا نوصل للحقيقة وعم تتخبي ورا حقيقة الصورة يلي عمرها 35 سنة، مو هيك؟ بترجاكن اعطوني صورتي وما عاد اجي لهون بنوب. تعالي رح تاخدي صورتك. شو عم تساوي؟ اتركيني. تعي، مو انت جاي لتاخدي الصورة؟ صورتك هون. لك كرمال الله بكفي. خدي هي صورتك. لك انا ما بنام قبل ما ابوس حجر شهادة قبر ابني، عم تفهمي؟ لك انا ما بفيق الصبح غير بكون شايفة ابني بالمنام 1000 مرة. شو الحقيقة؟ فهميني. وجعني قلبي، اتركيني. انتو ما فيكن قلب ابدا، وطالما انتو بمهمة خاصة بالدولة تتركوا قلبكن امانة بمكان مشان ما تتأثروا بأي شيء. اخصى عليكن. ما في حدا بهالعالم الكبير ما بيروح للآخرة أبدا إلا إذا كان في شي نقطة دم بطرف كفنه. الله يرحمه للأخ سيفو ويفتح له أبواب الجنة. آمين. شكرا. قديش كان شخص مهم وساعدني بطلعتي من السجن، وقديش كنت أنا السبب الرئيسي بموته بهالطريقة. يلي بعرفه انكم لازم تاخدوا بتار المرحوم، وانا رح شارك بهالشي واخذ بتاره معكم. هاد اللي اسمه السكين وكمان اللي بعته لعنا، انا بوعدك انهم ما رح يضلوا عايشين. انا عملت يلي لازم اعمله.